الزمالك وأسوان. نادي الزمالك أو سوريو بمعنى أصح ابتدى بطريقة لعب 3-2-4-1. هي الطريقة مش جديدة، هو جربها في ماتشات قبل كده. الزمالك إلى حد ما في تحسن في أداء اللعيبة وتقبلهم للخطة اللي هو بيلعب بيها. هو الراجل عايز يعمل استريتشنج للملعب، التلاتة المدافعين يخلي 2 نص ملعب واحد فيهم يستلم، عشان لما ينقل الكورة ينقلها على، يخلي 5 الأربعة اللي قدام ومعاهم المهاجم، يعني 5 لعيبة من نادي الزمالك على خط الظهر اللي هو قصاد الفرقة اللي بيلعبوا اللي هي 4 لعيبة. الحقيقة واللي أنا شايفه إن الطريقة دي طريقة كويسة جدا، بس محتاجة للعيب رقم 6 ورقم 8 مميزين جدا إن هم في الباص، إن هو يقدر ينقل الباص، واللعيب اللي هيستلم يستلم الكورة بزاوية معينة بحيث إن هو ينقل على طول أو يخش الملعب ويفتح اللي يبقى قدامه 4 لعيبة، حد فيهم يتحرك ويديله يقدر يعمل له ثرو باص. الحقيقة الزمالك في الطريقة دي أنا شايف إمكانيات اللعيبة مش هتطلع له 100% دلوقتي، ممكن تيجي الموضوع تدريجي، بس هو كوجهة نظر وكخطة أنا شايف هي سلاح ذو حدين، فيها ريسك كبير جدا، بس في نفس الوقت هي لو اتطبقت صح هي بتخلق فرص كتير جدا لنادي الزمالك. والحقيقة برضو احنا اتخلق لنا فرص كتير في ماتش أسوان، بس ما كانش في عندنا التوفيق إن احنا نخلص. دي في جت كذا كورة لزيزو، لمصطفى شلبي، لنضاي، في كذا كورة إن احنا ممكن نقدر نجيب جون واثنين وثلاثة وأربعة غير الجون اللي احنا جبناه. مش هتكلم طبعا عن التحكيم، لأن التحكيم كل الناس اتكلمت وقالت على الجون الأوفسايد اللي هو مش أوفسايد أساسا. بس بغض النظر عن يعني الحاجات الفرعية اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنتكلم عن طريقة لعب إلى حد ما شايف إن هي ممكن تنجح مع الفريق، بس مش دلوقتي. لعيبة الزمالك قدرت تستوعبها وتطبقها خلال قد إيه؟ طب المدربين اللي اللي هتلعب قصاد نادي الزمالك هتلاعب الزمالك إزاي؟ وهم عارفين خلاص الطريقة بقت واضحة إن كل المدربين شايفينها، هيقدروا يتعاملوا معاها إزاي؟ هل الزمالك يقدر يفرض أسلوبه وطريقة لعبه على الفرق اللي هيلاعبها؟ ولا الزمالك هيواجه مشاكل كبيرة جدا في تطبيق طريقة اللعب دي؟ أنا برضو عايز أتكلم عن 2 لعيبة أو 3 لعيبة أجادوا فنيا. إحنا كنا بننتقدهم كتير وبنتكلم عنهم مش كويس ومش أحسن حاجة. هو حسام عبد المجيد كان عامل ماتش كويس جدا. مصطفى شلبي كان كويس برضو إلى حد ما. و2 لعيبة برضو أنا يعني أحاول أديهم البوش يعني لقدام، هو رؤى ودونجا. أنا مش يعني أنا عايز أحسن من يعني أنتوا معايا لحد الآن وظائف مركز 6 و8 ما بتقوموش بيها بنسبة 60 أو 70%، فحتى الآن هو مستوى 50%، فمش هينفع وأنت في نادي الزمالك تدي 50%، أنت لازم تدي 101%، 110%. فأوسيريو لو استمر هو ما قداموش حل غير ان هو يعتمد على ال2 لعيبه دول، اودونجا ورو، عشان عايز حد ينقل الكوره من ورا لقدام بسهوله. بصراحه من الوحيد في لعيبه خط نص الزمالك اللي يعرف يعمل القصه دي هو محمد اشرف رو. يعني تتفق معاه، بس هو الوحيد اللي بيقدر ينقل الكوره من ورا لقدام، بيطلعها مظبوطه، او احسن حد بيطلع كوره مش بنسبه 100%، بس هو احسن حد واكتر واحد عنده رؤيه في نادي الزمالك ان هو يقدر ينقل الكره لقدام. طبعا زيزو بالمعد الموجات اللي الناس اللي اصحاب الرداء الاحمر عمالين يبثوها عليه، انا شايف ان زيزو بيثبت نفسه وبيثبت كفاءته، من ان هو ما بيتاثرش باي ضغوط ولا اي مشاكل، وشايف ان هو مع مستوى شلبي هيعملوا جبهات خطيره جدا. وفي نفس الوقت وجود مصطفى شلبي كفرصه او صانع لعب او سلاح من ضمن اسلحه اوسيريو او ضمن اسلحه نادي الزمالك، هيدي الفرصه والحريه لزيزو زي ما كان في المواسم اللي فاتت لما كان الناس بتركز مع بن شرقي، كانت بتركز مع مصطفى محمد، فكان دايما زيزو هو مفتاح لعب لنادي الزمالك، مفتاح لعب مش دايما مع حد. دلوقتي الناس بقت بتركز مع مصطفى شلبي وزيزو الى حد ما واخد الحريه، وحتى الان لو اتعكست الموضوع والناس مركزه مع زيزو، فمصطفى شلبي خد الحريه ان هو يقدر يتحرك وهيبقى مفتاح لعب نقدر نعتمد عليه. اتمنى التوفيق جدا لنادي الزمالك الفتره الجايه، خصوصا في ظل التخبط الاداري. طبعا ده هنتكلم عليه في فيديو منفصل عشان ما اطولش الفيديو ده لان هو طويل لوحده. بشكركم جدا، وان شاء الله نتقابل بعد ماتش الزمالك والداخليه اللي هو يوم الاثنين باذن الله. شكرا.